في الوسط حسن فارس. حسن فارس تمكن من استرجاع الكره على مستوى الجهه اليمنى. محاوله لفائده فريق الدفاع الحسن الجديد بواسطه اللاعب خالد بابا. خالد بابا كيمرر داخل منطقه الجزاء، تدخل وابعاد الكره لانه كانت المتابعه ديال اللاعب يوسف عربي. مروان المزاوري عميد فريق الدفاع الحسني الجديدي بعد التدخل الاخير. الحكم يتابع الصوره ويتابع هذه اللقطه. اذا الحكم يوسف التريكي اول استعانه بتقنيه الفيديو خلال هذه المباراه. اذا بعد متابعته للصوره غنتابعوا القرار ديال حكم هذه المواجهه. اذا يستدعي مروان المزاوري والبطاقه الحمراء لمروان المزاوري. اذا الطرد لمروان المزاوري. اذا مروان العربي الناجي تمريره في الوسط. عربيدي تغطيه حاضره طرف لاعب خالد اجور خان. الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا لرابح ريمات. لو الجيش الملكي سيحاول ان يرفع من ايقاع والنسق ديال المباراه حتى انه يضغط على دفاع ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي. خالد اجور خان تدخل يوسف علي الان بدون اخطاء. كارنيرو اوغيستو امين زحزوح الانغولي كارنيرو تغطيه حاضره من خالد بابا. حكم كيقول ما كاينش هناك خطا. خالد بابا كره المكان المناسب كذلك امين زحزوح كيلعب كره دائريه راسيه. تدخل مره اخرى امين زحزوح تسديده ممتازه. تدخل الحارس احمد مروان بيساك. امين زحزوح تسديده قويه ارضيه وكذلك ردة فعل ممتازه من الحارس احمد مروان بيساك. لاحظوا التسديده على الطائر مشات كره في مكان صعب وصعب جدا وبيساك في مكان صعب وصعب جدا وبيساك في المكان المناسب يبعد الكره للركنيه. الركنيه الان كتنفذ في فريق الشيش الملكي الراسيه وابعاد الكره مره اخرى للزاويه. ضغط الان قوي من فريق الجيش الملكي. تابعنا التسديده القويه ديال اللاعب امين زحزوح وتدخل الحارس مروان بيساك. نفذت الركنيه الراسيه شطات كره لخالد اجور خان يسدد كره تطمت احد اللاعبين ديال فريق الدفاع الحسني. خالد بابا تمريره ممتازه مرتد هجومي سريع لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. يوسف عربيدي تباطأ شيئا ما. العوده ديال خالد اجور خان ممتاز. اجور خان يعني بسرعه كبيره تمكن من الالتحاق. هذه تنفذ خطا من طرف اسامه بن شاوي عند اللاعب عمر العرجون. ترفعت الكره داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه محاوله لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. تدخل ايوب الخياطي والحكم المساعد رافع الرايه. نفذ خطا بسرعه. سنتابع من جديد هذه المحاوله. تمريره داخل منطقه الجزاء. حكم انس باش استرجع الكره. هذه فرصه محاوله دخول داخل منطقه الجزاء. فرصه هدف جويل بيا كيتمكن من وضع الكره في الشباك وفرحه كبيره للسيري على مستوى المدرجات. ملعب البلدي من القنيطره جويل بيا كيتمكن من الوصول للمرمى والوصول للشباك. هو المهاجم الكونغولي العارف بخبايا الشباك. يعني تابعنا انطلاقه ديال انس باش على مستوى الجبهه كيسترجع الكره. تمريره يعني هدف كيجي في الانفاس الاخيره من المباراه. يعني في الوقت اللي تابعنا كانت السماته ديال اللاعبين ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي. لاحظوا امين زحزوح كيلعب الكره طويله. انطلاقه حكم طلب مواصله اللقاء. انس باش يمرر وجويل بيا في المكان المناسب. ممتاز انس باش
الا كان جويل بيا تمكن من استثمار هذه الفرصه، فاعتقد العمل والعمل الكبير هو اللي قام به انس باش، المجهود اللي بذل في الوصول للكره في التمريره المليمتريه. وجويل بيا كنقول بالخبره والتجربه تمكن انه فقط يلمس الكره ويوضعها في شباك الحارس احمد مروان بيساك اللي سمات طيله 90 دقيقه، ولكن الجيش الملكي و